السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجات كتير كنا بنشوفها واحنا صغيرين وما كناش بنفهمها، بس يمكن واحدة من أغرب الحاجات كانت الكتاكيت الملونة اللي كانت بتتباع قدام المدارس. أكيد معظمكم فاكر المنظر ده، واحد وقف عند باب المدرسة ومعاه صندوق مليان كتاكيت بألوان غريبة جدا، أحمر وأخضر وأزرق وفوشيا، وسعر الكتكوت كان بسيط لدرجة إن أي طفل يقدر يشتري واحد من مصروفه. وكنا بنرجع البيت فرحانين وكل واحد فينا كان بيبدأ يرسم خطط مستقبلية عظيمة. هنربي كتكوت ولما يكبر يبقى فرخة، والفرخة هتبيض والبيض يفقس وفجأة نبقى أصحاب مزرعة كاملة. بس للأسف الحلم ده كان بينتهي بسرعة. في أغلب الأحيان الكتكوت ما كانش بيعيش غير أيام قليلة، وساعات كان بيموت في اليوم اللي بعديه على طول. والأغرب إن الموضوع ده ما كانش بيحصل مع شخص أو اتنين، تقريبا كل اللي اشتروا كتاكيت دي عندهم نفس الذكرى. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم، ليه الكتاكيت الملونة كانت بتموت بسرعة بالشكل ده؟ هل كانت مريضة من الأول ولا كان في سبب تاني تماما؟ وإزاي كانت عايشة مع البياع في الشارع وسط الحر والزحمة بس أول ما بناخدها معانا البيت تبدأ تضعف وتموت؟ في الأول محتاجين نصحح فكرة منتشرة عند ناس كتير، الكتاكيت في الغالب ما بتكونش مريضة ولا بتكون جاية من مزارع مليانة أمراض زي ما البعض كان فاكر. صحيح إن مزارع الدواجن أحيانا بيطلع منها كتاكيت ضعيفة أو فيها عيوب خلقية بسيطة، بس النوع ده مش هو المصدر الرئيسي للكتاكيت الملونة اللي كانت بتتباع في المدارس. بشكل عام في نوعين أساسيين من الفراخ التجارية، النوع الأول فراخ التسمين والهدف منها إنتاج اللحوم. السلالات دي جسمها متصمم إنها تكبر بسرعة جدا وتحول العلف للحمة بأعلى كفاءة ممكنة، علشان كده ممكن الفرخة توصل لوزن كبير خلال أسابيع معدودة. إما النوع التاني فهو الفراخ البياضة، والهدف منها إنتاج البيض ومش اللحوم. السلالات دي بتكون أخف وزن وأقل في كمية اللحمة، بس في المقابل بتنتج عدد كبير من البيض طوال السنة. وهنا تظهر المشكلة، لما بيتم تفريخ الفراخ البياضة نص الكتاكيت تقريبا بيطلع إناث والنص التاني ذكور. الإناث مطلوبة طبعا لأنها هتكبر وتنتج البيض، بس الذكور ما بتبيضش، وفي نفس الوقت ما بتنفعش للتسمين اقتصاديا لأن نموها بطيء جدا مقارنة بفراخ التسمين. وبالتالي المزارع بتلاقي نفسها أمام ملايين الكتاكيت الذكور اللي هتكلفها أكل ورعاية بدون أي عائد اقتصادي حقيقي. المزارع طبعا ما كانتش محتاجة الكتاكيت الذكور دي، فكان لازم تتخلص منها بأي طريقة. بعض المزارع كانت بتتبع طرق علشان تتخلص منها على طول، بس في مزارع تانية كانت بتبيعها لتجار بأسعار رمزية جدا وأحيانا بأقل من تكلفة نقلها. التجار دول هم الحلقة اللي كانت بتوصل الكتاكيت لينا واحنا صغيرين. بس قبل ما الكتاكيت دي تنزل الشارع كان لازم يحصل لها تغيير بسيط يخليها أكتر جاذبية للمشتري المستهدف، الأطفال. أول خطوة كانت تمييز الذكور من الإناث. العملية دي بتحصل بعد الفأس مباشرة على إيد عمال متخصصين عندهم خبرة كبيرة جدا. بعد السلالات بيكون فيها اختلاف واضح في لون الزغب بين الذكر والأنثى، وده بيسهل عملية الفرز بشكل كبير. بعد ما الذكور تتجمع لوحدها تبدأ المرحلة اللي كلنا فاكرينها، التلوين. التاجر ما ينفعش يبيع كتكوت أصفر عادي لأن الطفل غالبا مش هيشد انتباهه بالشكل الكافي، بس لما يبقى عندك كتكوت لونه فوشيا أو أخضر فاقع أو أزرق هنا الموضوع مختلف تماما. علشان كده كانوا بيستخدموا أنواع مختلفة من الألوان والصبغات لتغيير لون الزغب الخارجي للكتكوت. المشكلة بقى إن العملية دي ما كانتش دايما بتتم بطريقة آمنة، في حالات كتير كانوا بيستعملوا مواد رخيصة وغير مخصصة أصلا للتعامل مع الحيوانات، وبعض الألوان دي كانت بتحتوي على مركبات ممكن تسبب تهيج للجلد أو مشاكل صحية للكتكوت الصغير. بس المفاجأة إن التلوين لوحده مش هو السبب الرئيسي في موت أغلب الكتاكيت، السبب الأكبر كان حاجة تانية تماما. الكتكوت اللي لسه خارج من البيضة بيكون في مرحلة حساسة جدا من حياته، جسمه لسه ما قدرش ينظم درجة حرارته بشكل كامل، وعشان كده بيحتاج بيئة دافية خلال الأيام الأولى. في المزارع الكبيرة بيتم توفير تدفئة مستمرة للكتاكيت الصغيرة، لأن انخفاض بسيط في الحرارة ممكن يسبب لها مشاكل صحية خطيرة. لكن لما كانت الكتاكيت بتتجمع بأعداد كبيرة داخل صناديق أو أقفاص البايع كانت بتستفيد من حرارة بعضهم ببعض. الزحمة نفسها كانت عاملة زي بطانية طبيعية بتحافظ على الدفء، عشان كده وانت واقف قدام البياع كنت تلاقي كتاكيت كلها نشيطة وبتجري وبتنط بشكل طبيعي. أول ما الطفل يشتري كتكوت أو اتنين بس وياخدهم البيت بتبدأ المشكلة الحقيقية. فجأة الكتكوت اللي كان وسط عشرات أو مئات من إخواته بقى لوحده في علبة صغيرة أو كرتونة مفتوحة، ودرجة الحرارة اللي كان متعود عليها اختفت. ولو البيت فيه مروحة أو تكييف أو حتى تيار هواء عادي الكتكوت الصغير بيتعرض لبرودة أكبر من قدرته على التحمل، والنتيجة إن جهازه المناعي بيبدأ يضعف بسرعة
وتظهر عليه أعراض التعب والخمول خلال وقت قصير جدا. وده يفسر ليه ناس كتير كانت بتقول الكتكوت كان كويس جدا لما جبناه وفجأة بطل يتحرك. ولأن أغلب الناس أصلا ما كانتش عارفة احتياجات الكتكوت، أول حاجة كنا بنعملها إننا بنحط له طبق مية كبير ونسيبه يشرب براحته. الفكرة شكلها لطيفة، بس بالنسبة للكتكوت عنده يوم أو يومين الموضوع بيبقى كارثة. الكتكوت الصغير أحيانا كان بينزل جوه طبق المية بنفسه وريشه يتبل بالكامل، ولأن جسمه أصلا بيعاني في الحفاظ على حرارته، مجرد البلل كان كفيل إنه يخسر كمية كبيرة من الحرارة خلال وقت قصير جدا. بعديها يبدأ الخمول وبعد كده يرفض الأكل وبعد كده يدخل في دوامة صعب يطلع منها. كمان في خطأ شائع تاني، ناس كتير كانت بتتعامل مع الكتكوت كأنه بياكل أي حاجة موجودة في البيت، فتلاقي حد بيديله عيش مبلول أو رز أو بقايا أكل أو حتى طبيخ. بينما الحقيقة إن الكتكوت في المرحلة دي محتاج تغذية متخصصة ومتوازنة، لأن جهازه الهضمي لسه حساس جدا. أي أكل غير مناسب ليه ممكن يسبب له مشاكل هضمية أو إسهال شديد يضعفه أكتر. وفوق كل اللي احنا قلناه ده، لازم تفتكر إن الكتاكيت دي أصلا ما كانتش معمولة للتربية المنزلية بالشكل اللي كنا متخيلينه. هي خرجت من المزرعة باعتبارها فائض إنتاج مش أكتر. لما تجمع كل العوامل دي مع بعض هتفهم ليه نسبة كبيرة جدا من الكتاكيت الملونة كانت بتموت خلال أيام قليلة أول ما تشتريها. مين وصل لحد هنا ومين جاب كتكوت وفاكر وهو صغير؟ اكتب لنا في الكومنتات كان لونه إيه وقعد معاك قد إيه.